ستات كتير مش بتحب اكل السمك وما تعرفش انها لو بطلت اكل سمك هيحصل لها ايه، وتلاقي حجج ان هي مش عايزه تاكل سمك عشان طعمه وحش، ريحته مش بتطلع من ايدي، وكمان مش واخده بالك ان من الاسباب الرئيسيه اللي بتخلي وزنك عمال يزيد ومش عايز ينزل وعماله تعملي في دايت ان انت ما بتاكليش سمك. حتى التوتر والانفعال وكل شويه عماله تعصبي على الولاد وتزعقي له بسبب قله اكل السمك. والحاجه بقى المنتشره الفتره دي خمول الغده الدرقيه او الهايبوثايروديزم، وده منتشر قوي بين الستات في الفتره دي، وده بيبقى من الاسباب الرئيسيه قله اكل الاسماك. وده غير بقى كميه الاوميجا 3 اللي جسمك بيفقدها بشكل عالي جدا بسبب قله اكل السمك. ومحدش يقول لي انا هعوض عدم اكل السمك بان انا هاخد اقراص اوميجا 3. مفيش حاجه بتعوض الاكل، مفيش مكمل بيعوض الاكل، ده اسمه مكمل بيكمل الاكل، لكن الاكل مفيش حاجه بتعوضه. عاوز اقول لك ان الاسماك فيها كميه حلوه قوي من البوتاسيوم والسيلينيوم اللي بتبعدك خالص عن مشاكل القلب والشرايين. والسيلينيوم هنا من ضمن العوامل اللي بتحافظ على الغده الدرقيه ليكي، ودي من العوامل اللي بتخلي وزنك يزيد دايما وبيزيد بسرعه، وبقت منتشره الفتره دي. من الاخر كده عاوز اقول لك انك لو عايزك تخسي بسرعه وتمشي على دايت وتحس انه بيعمل نتيجه معاكي، ما تقليش عن يوم او 2 سمك في الاسبوع في الدايت بتاعك، هتلاقي نتيجه ووزنك هينزل ما شفتيهاش قبل كده.